يلا بينا. آه، انا دلوقتي برحب بيك استاذ محمد هشام، وهو طبعا عمل مسلسل منتهى الصلاحيه من المسلسلات اللي حققت نسبه مشاهده كبيره جدا في رمضان. وانا بقى برحب بيك في الاول، وهسالك بقى انت رايك في المسلسل كده، ايه رايك في المسلسل؟ انت راضي عن اداء المسلسل، ولا حاسس ان المسلسل فيه مشاكل، ولا حاسس كان ممكن يتقدم افضل؟ يعني انا عندي دايما بعد اي مسلسل بكتبه بيتعرض عندي دايما الاحساس ده انه كان ممكن يكون فيه يعني افضل، ممكن يكون احسن. آه بس دايما بقيم المنتج في ضوء الظروف اللي تم يعني كتابته فيها، وفي ضوء الوقت وفي ضوء المتاح، وبشوف هو يعني حقق الهدف منه ولا لا. لكن طبعا في يعني انا شايف انه المسلسل فتح ملف مهم، اتكلم عن قضية مهمة، حاول يقدمها بشكل درامي إنساني مش بشكل مباشر بدرجة ما يعني، أو ده كان هدفنا. حققنا بقى ده بأي درجة، نجحنا فيه إزاي حاجة دي بسيبها للجمهور، هو اللي بيحكم بقى. طيب انا هقول ف لك اكتر نقد الجمهور قاله، ان الجمهور بعد ما شاف المسلسل بدأ يدور ان هو يدخل عالم المراهنات، ان انت ما عملتش نقد آه، للموضوع غير في اخر حلقه. آه. الحقيقة ما هي دي دايما الخدعة، اللي يعني دي نقطة جدلية بنقعد نتناقش فيها طول الوقت. احنا داخلين موضوع ان احنا داخلين موضوع المراهنات ده، فاحنا هنتكلم منه من على السطح، وبالتالي هنفترض ان الجمهور عارف يعني ايه مراهنات الكترونيه ونشتغل، ولا نأسس للموضوع للجمهور اللي ما يعرفش ونكمل معاه في الاخر. انا قلت او ما قلتش غيري، يعني الجمهور هيعرف لعبه المراهنات دي من طرق تانية يعني، والا ليه اصلا الجمهور الكتير اللي المراهنات دي موجود من قبل المسلسل؟ فانا لا اروج للمراهنات اكيد، لكن انا بتكلم عن ظاهره موجوده. يعني احنا ما اخترعناش فكره ان في مراهنات اونلاين وتعالى يا جماعه اعرفكم عليها واقول لكم دي مزاياها ايه وعيوبها ايه، لكن بالعكس احنا واخدين ده من قضايا حصلت بالفعل في الواقع، فانا ما اخترعناش العجله زي ما بيقولوا. انا اعتقد ان دي مبالغه يعني، ما ان بس الناس اكيد اللي لعبت قريتها. اكيد. طبعا قريتها. وفي ناس وصلوا لمرحله ان اصلا تطبيق المراهنات هو اللي ممول المشروع، وده غير حقيقي طبعا. ف يعني لو فضلنا نتكلم عن الموضوع ده طول الوقت هتلاقي نفسك متحجم، وهتلاقي نفسك ما عندكش قدره على الكتابه طول ما انت خايف من مساله انا هناقش ظاهره الجمهور ما ممكن في جمهور ما يعرفهاش، طب انا كده بعرفه بيها ولا لا؟ طب انا مش هشتغل، مش هفكر، مش هكتب. فيعني انا باخد المغامره ونتيجتها بقى تطلع. المهم النيه الحاجه، يعني نيتنا اكيد ما كانش في الترويج، وكمان واضح جدا مش بس في الحلقه الاخيره، يعني على مدى امتداد الحلقات واضح ان ازاي المراهنات افسدت بيوت واسر وانفس يعني من الداخل. كل واحد بقى اللي بيجرب التطبيق بعد اللعبه ده هو عايز هو بيدور، هو عايز يلعب التطبيق. مش اكتر ولا عارف. انا بالنسبه لي شايف ان انا ما كنتش اعرف المراهنات اساسا، يعني انا عرفتها من المسلسل فعلا يعني. وانا شفت اللي انت بتقدم ان اي حد بيدخل الموضوع ده وما بيطلعش منه ونهايته سودة، يعني جبت النهايات كلها مأساويه، فدوت العقاب الدرامي. فانا راضي عن انا. اول احنا من اول حلقه وقايلين انه شكل من اشكال الادمان، من تقريبا من الحلقه الثالثه يعني اتقال صراحه، او من الرابعه، ان ده شكل من اشكال الادمان. يعني ما فيش صراحه اكتر من كده. فيعني زي ما بجيب اللي بيتعاطى مخدرات وبنشوف مصيره ايه، هل انا وراه كده من المخدرات؟ لا، ما براش من المخدرات. فهي دي الفكره يعني. بس هو يعني كان يعني صالح كان سعيد طول الحلقات، يعني طول الحلقات قاعد يكسب 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 يكسب، بيعمل فلوس، عمل بيزنس، فهو الناس كانت شايفه ان هو بينجح. وطبعا في الاخر حصلت النهايه، بس يعني هو نجح كتير قوي، فالناس بص للجزء دوت يعني. وعموما يعني انا هدخل بقى للسؤال اللي بعده، فكره، وده دايما ده نقد، ده رايي الشخصي يعني مش بعيدا عن المسلسل، في كل اعمالك عندك شخصيه الصحفي، اللي هو بيعمل تحقيق وبيخلي الشخصيات هي اللي تمثل التحقيق الصحفي ده اكتر من المؤلف. يعني دايما اعمالك ليها هدف واضح وصريح. فكره اللي هو صحفي بيعمل تحقيق، بس التحقيق بقى بدل ما بتعمله في الصحافه، وطبعا حضرتك صحفي كبير يعني من قديم، من ايام بص وطل وتجارب صحفيه كبيره جدا وكتيره جدا، فليه شخصيه الصحفي دايما بتطغى على اعمالك؟ لا، هو الحقيقه انا طبعا انا صحفي وبعتبر ده جدا، وهو الصحافه اللي وصلتني لمسألة حتى ان انا اكتب بدراما. لكن انا الحقيقه لما باجي اكتب دراما يعني بخلع ثوب الصحفي على الباب وببقى كاتب درامي فقط. لكن بستفيد من الصحافه في مساله انه يبقى في جزء له علاقه بالتحري وبالتقصي وبالمعلومات.
وانا شايف ان دي منطقه ما كانتش مطروق، يعني موجوده طبعا في الدراما من قبل ما اكتب اكيد، بس مش كتير بيعملوها. وانا بحب النوعيه دي، بحب النوعيه دي كفرجه، وبحب النوعيه دي ككتابه. بس الحقيقه برضو انا يعني مش عايز زي اي شخص بيبدا مساره وبعد شويه الجمهور او الشركات او النقاد بيصنفوه في مسار واحد. انا مش حابب ده خالص. انا بحب اكتب الحاجات اللي انا بحب اكتبها، بغض النظر ان فيها روح تقصي وصحافه ولا لا. فيمكن اللي جاي ما يبقاش نفس النوع ده، عشان ما يتم التصنيف بس على هذا الاساس. وده مش عامله برضو لانه عشان ابقى ضد التصنيف، لا انا عامله علشان انا بحب اعمل ايه، بحب اعمل اكتر من نوع، وبحب اعمل اكتر من شكل من اشكال الدراما. ف... فهي بس مساله احيانا مساله توفيق، يعني مساله انه مين بينتج قبل ايه، وايه اللي الشركات يعني بتتفاعل معاه اسرع من غيره. هيبان ان انا متبني هذا الخط، لكن هو مش بالضروره انا متبنيه. انا بكتب دراما ممكن يكون فيها رائحه صحافه، لكن بلتزم بان المسلسل يكون درامي بالاساس، مش مسلسل صحفي توثيقي. طيب المسلسل مستند لقصه حقيقيه منتهى الصلاحيه؟ مستند لاحداث حقيقيه، احداث حقيقيه، يعني في وقائع كتير حصلت استلهمنا منها المسلسل. الحقيقه انا كنت سمعت عن الموضوع بس مش بتركيز قوي، لكن المخرج استاذ سامر نادي يعني هو اللي نبهني لعمق الموضوع، ولانه خطر، ولانه منتشر في طبقات كتيره اجتماعيه، اغنياء وفقراء وطبقه متوسطه. ده اللي خلاني بقى اشتغل في البحث والتقصي يعني. لكن يعني في حوادث حصلت استلهمنا منها، لكن ما عملناش هي بالظبط. ما كانش ده غرضنا، يعني ما كانش ده غرضنا تحديدا نعمل مسلسل وثائقي. كنت عايز اعمل مسلسل درامي مستلهم الاحداث من الواقع، بينقل الواقع كما هو. جربت المراهنات بقى عشان تعملوا مسلسل؟ للاسف. بس دخلت على التطبيق طبعا، وفهمت التكنيك والشكل وكل حاجه، وقابلنا ناس بقى، يعني قابلنا ناس لعبوا، وناس بقى معاهم فلوس بالمناسبه، وناس كتروا فلوسهم، وناس كانوا على حافه الانتحار، وناس كانوا على حافه انهم يعملوا جرائم، وناس ندموا. لا يعني قابلنا كل النوعيات، لان ده كان جزء مهم جدا ان احنا نقابل الناس الحقيقيه اللي قامت باللعبه دي. يعني فعلا في ناس حقيقيه انت مستلهم منهم قصص المسلسل؟ طبعا. مش صالح نفسها اللي هو شخصيه باجازه القول انه سمسار، يعني المراهنات دي شخصيه قابلناها بالفعل، مش نفس صفات صالح، بس المهنه اللي فكره ان انا سمسار، وان انا باخد فلوس من الناس واشغلها، واجيب فلوس واخد فلوسهم واشغلها لصالحي واكسب من وراهم، دي شخصيه موجوده بالفعل وقابلني. انا في حاجه لفتت نظري وعجبتني جدا في المسلسل، اللي انت اشرت في الحلقه الثانيه للمسلسل اللي هو بتاع صله رحم، المسلسل اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. دي كانت حته ذكيه جدا يعني، على لسان هبه مجدي. بنسلم على بعض كده. يعني حسيت ان انا رجعت العالم محمد هشام عبيد. كانت لقطه ذكيه يعني، كانت عجبتني جدا يعني. وكان برضو من المسلسل انا بحب اعمل كده طالما انه مشروعنا السابق هو مشروعنا، يعني فبراحتنا نتكلم على المشاريع سلام على بعض. من المسلسلات اللي اتظلمت السنه اللي فاتت جدا صله رحم. يعني حاسس ان هو كان يستحق، اتوفرت فيه عناصر النجاح كلها، بس والناس حتى على السوشيال ميديا ناس كتير جدا كتبت عنه بشكل ايجابي جدا، بس ما حققش الانتشار اللي هو يستحقه المسلسل ده. انت شايف؟ والله لا، بالعكس انا شايف انه لا يعني على المستوى النقدي كان في احتفاء بيه كبير جدا، وخد كتير من جوائز واشارات يعني وتقديرات، ولا جماهيريا كان منتشر يعني ما هو قوي على السوشيال ميديا. نقديا طبعا انت واخد احسن سيناريست السنه اللي فاتت عنه، واخد كذا جايزه احسن سيناريست. احسن سيناريو. وهو بصراحه لا بالعكس، يعني كان رد فعله قوي، ولغايه دلوقتي حتى الناس بتتكلم، يعني لما حد يقابلني يعني بيتكلم على المسلسل، لانه هو يمكن ده ما حصلش في منتهى الصلاحيه. منتهى الصلاحيه بسبب طبيعه القضيه كان صعب انك طول الوقت تاخد اللون الحيادي اللي هو ما فيهوش اصدار احكام شويه. بينما صله رحم لان القضيه جدليه جدا، وقضيه غير محسومه، قضيه انسانيه للغايه، مساله تأجير الارحام وما الى ذلك. طول الوقت كان في مساحه رماديه واضحه، لكن انا هنا بتكلم عن قضيه ادمان حقيقيه زي القمار يعني، او مراهنات في منتهى الصلاحيه. فكان صعب ما اخدش موقف واضح شويه تجاه الموضوع. بينما لا، في صله رحم عشان المساحه دي، المساحه الانسانيه الرماديه دي، يمكن لمس شويه قطاع اكبر. كمان رايي تفسيري يعني منتهى الصلاحيه يمكن جمهوره ذكوري شويه، وجمهوره ذكوري موجه كمان للمراهقين فيما فوق.
و يعني يمكن ما عملش تشبيك قوي مع الامهات، مع الستات مم. شويه. ده حقيقي. يمكن ده اللي خلى احساس انتشاره اقل من مسلسل تاني. انا برضو بقعد احلل وافهم كده واحاول افهم، يعني ده تفسيري ممكن يكون غلط بس ده تفسيري يعني. انا احب مسلسل انت عملته بالنسبه لي كان صله رحم، يعني حاسس ان هو مسلسل متكامل من ناحيه الكتابه جدا، يعني حاسس ان هو اقوى فعلا، يعني في عناصر كتير جدا توفرت ان هو يكون مسلسل قوي يعني. وهو طبعا الموضوع اه بيبقى اهواء شخص، يعني اهواء طبعا، يعني يكون في حد يحب ده حد يحب ده، بس يعني من اعلى المسلسلات. وطبعا برضه انا بحبه برضه 60 دقيقه، من ناس كتير ما تعرفوش. اه دي حقيقه، هو ده اللي اتظلم بقى لانه صدر في بدايات انتشار المنصات فما خدش الانتشار الكافي، وكان جريء والله نسبيا جدا هذه الفتره يعني. فانا بحب 63 دقيقه وبطلع روح جدا، دول الثلاث مسلسلات الاقرب ليا يعني حقيقه اه، لغايه دلوقتي. بيطلعوا الروح طبعا، يعني بيطلعوا الروح ده طبعا خد نقد شديد جدا في وقت ما نزل، بس ما شفنا يعني، كان البرومو خد نقد، بس ما شفنا المسلسل كان غير البرومو خالص، يعني غير الاعلان اللي طلعه. حقيقه حقيقه. وكمان انا عارف ان هو انا كان بحب عشان كده. كان مستند على قصه حقيقيه. اه بالظبط. يمكن هو بتلاقوا روحه اللي فيه اكتر فعلا، الحس الصحفي اكتر من اي حاجه تانية، ودي شخصيه الصحفي واضحه في المسلسل كمان. لا، الاربع مسلسلات لكن اللي احنا اتكلمنا عليهم صحفي. دي حقيقه. يعني 60 دقيقه دي اظن لكن حادثه حقيقه. فانا بحب دول الثلاثه دول، وبالنسبه لي منتهى الصلاحيه تجربه كانت مهمه لانه فتح ملف ما اتفتحش قبل كده، بس هي دي اهم نقطه فيه الحقيقه. انت لكن بقى توفينا في اي درجه دي ممكن بقى مثلا تتحمل المراجعه والنقاش. انت شايف ان الدراما لازم تكون ليها دور في التوعيه، يعني ولا تبقى الدراما مجرد ترفيه؟ انا يعني انت رايك في القضيه دي قضيه جدليه طبعا. انا دايما الحقيقه يعني بحب الدراما، يعني دايما ما بدخل في نقاشات يعني مع زملاء او مخرجين او كده في مساله نعمل مسلسل له رساله. بقول لهم رساله المسلسل الاساسيه انه يبقى مسلسل كويس، مش لازم يبقى انه المسلسل يحمل قضايا، بالعكس خالص يعني. انا ويمكن دي مشكله منتهى الصلاحيه في رايي، ان احنا داخلين نعمل مسلسل عن المراهنات فمحملين نفسنا بالقضيه. فده يمكن سحب شويه من احساسنا الدرامي تجاه المسلسل، بينما في صلة رحم ما كانش كده. واقف بتوع روح، احنا مش بنناقش قضيه داعش، احنا بنناقش قضيه ست دخلت داعش غصب عنها عاوزه تهرب، ودي قضيه انسانيه مؤثره. صلة رحم احنا بنناقش تغيير ارحام، بس في الخلفيه الاصل بنناقش تجربه اب عايز يبقى تجربه رجل عايز يبقى اب مهما كان الثمن. فهو ده اللي بيخلي في رايي الموضوع الرساله تيجي تاليه للموضوع، لكن وضع الرساله مقدمه انا في رايي ده ما بيبقاش لصالح المشروع خالص. انا اخدت مع حضرتك قبل كده ورشه سيناريو، وانا عارف ان حضرتك بتجهز ورشه سيناريو جديده. انا الحقيقه استفدت جدا من ورشه السيناريو، كانت تقريبا من سنتين. فانا حابب اعرف يعني انت ايه رايك في موضوع ورش السيناريو والتعليم، وامتى بدات الموضوع ده؟ انا طبعا بعتز ان احنا التقينا في الورشه انا وانت، وكنت يعني شرفني. خير خير مشارك وفاعل. دي حقيقه. الورشه انا دي خطوه كنت متردد فيها جدا، لان انا راجل ما درستش السيناريو بشكل اكاديمي، وعندي كمان رغبه في ان انا اكتب اكتر من ان انا انقل يعني ما بين كونست وبين قوسين بخبره او بمعلومات. بس الحقيقه لما جربتها مره يمكن كان في ورشه معاك، اكتشفت انه هي فيها تفاعل انساني جيد جدا في ورشه التعليم، ورشه تعليم السيناريو او مبادئ السيناريو او تطبيق حتى مشاريع السيناريو. دي ورشه فيها مفيده كمان للي بيلقيها، لانه بيتفاعل مع اصواتهم ممكن ما يكونش عارفها، بيشوف نظره ناس مهتمه بالسيناريو من بره دايره الانتاج، لان هم لسه مش عارفين يدخلوا دايره الانتاج بشكل او باخر. فهي مفيده، هي مفيده للطرفين الحقيقه. رغم ان هي مسؤوليه ومرهقه الحقيقه جدا على اللي بيديها، لان انا كمان باخدها باعتبارها عمل حقيقي، مش بس مجرد ان انا جاي ندردش ونمشي يعني. هي مرهقه، ومساله التعليم بشكل عام هي بالنسبه لي اصلا مرهقه. لانه بس هي مفيده لانك يعني حلو ان يكون عندك شويه خبره صغيرين وتنقلهم لناس انت ما تعرفهمش، دي جميله جدا. وحلو كمان انك تستفيد منهم ومن طريقه تفكيرهم ومن نظرتهم للشغلانه ونظرتهم للسيناريو ونظرتهم للفن. واحيانا الكاتب لما بينشغل في عمل بينقطع تقريبا عن العالم، فدي فرصه كمان بحس ان هي لاعاده التشبيك مع العالم والتفاعل مع العالم. انا ما بقدرش يمكن اعملها غير مره بالكثير او مرتين بالكثير قوي يعني في السنه، اسباب ليها علاقه بالمجهود والوقت.
انا شايف ان هي تجربه مفيده يعني، وربنا يسهل في الورشه الجايه الدنيا تبقى حلوه برضه. انا بشكرك جدا على اللقاء القصير دوت، وان شاء الله يتعوض في لقاءات اكبر. وشكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا ليك، اتشرفت شكرا بيك. جدا جدا، شكرا، ويا رب على تواصل دايما معكم. شكرا جدا ليك. عفوا، السلام عليكم.